الله تبارك وتعالى من يطلب من الإنسان شيء يلزم نفسه به، لأن الله سيد العقلاء، وإذا ألزم العقلاء بشيء كن يطبقه. وهذا ترى درس للناس. ليش درس للناس؟ يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أنت مو تأمر الناس بالبر وناس نفسك. ولذلك تشوف قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة وألزم نفسه بالرحمة، ثم بدأ يطلب من عباده من باب إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. يفترض أن تكون الرحمة متبادلة. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله من أبرز سماته أنه يسمى بنبي الرحمة. أنا أستغرب أكو هالأيام أكو حديث كلام يطلع يعني من جوانب أخرى يقول الحمد لله أي وصلى الله على من بعثه بالسيف رحمة. هاي مين جت بالسيف رحمة؟ ما سمعنا في اليوم أن السيف رحمة. السيف في وقت القصاص، في وقت التأديب، في وقت الانتصاف من الآخرين. ما قال السيف رحمة أن تقتل الأبرياء وتفجر الفقراء بالأسواق وبالمحلات وبالمدارس وشي ويسموا هذا أنك بعثت بالسيف رحمة. الله تبارك وتعالى يقول للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسمي بنبي الرحمة لهذا السبب. ولذلك أنت لو تشوف يعني مضامين الرحمة تقرأ تاريخ الأنبياء بلا انتقاص منهم، حاشا لله لا ننتقص من نبي من الأنبياء، لكن كل الأنبياء من تقرأ تاريخهم تشوف رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتألق عن غيره من الأنبياء، يتميز عليهم حتى مع الكفار، حتى مع المشركين. ما أدري تاريخ بني إسرائيل ينقل عن إدريس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إدريس قبل الطوفان طبعا يقال ب2000 عام كذا. إدريس قبل الطوفان أرسله الله تبارك وتعالى وش قد عنده. وسبحان الله أنت حتى من تقرأ التاريخ تشوف الأسماء متشابهة، تشوف المواقف متقاربة، يعني تشوف تقول القوم أبناء القوم. هسه تقرأ تاريخ شوف ارجع على الحادثة اللي هي قبل الطوفان ب2000 عام. ملك من الملوك اللي كان يعاصر إدريس يخرج للنزهة باختصار سريع، يشوف له بستان يسأل عن البستان هاي ضايعة إلمن أريدها نفسي. متشايف هسه هواية اكو ناس من يفوت يشوف له بيت يشوف له كي يسأل عليه وياخذه ويصادره، وهذا بالنظام السابق كان موجود. يعني اكو شخصيات تعرفوها في بغداد اذا يمر على بستان على شيء عجبه شوفوا هذا إلمن ناخذه. فمر على البستان الضيعة عجبته، قالوا له لرجل رافضي. شوف الأسماء سبحان الله. الرافضي شنو؟ من قوم إدريس، من جماعة إدريس، من المؤمنين. يظهر كل من كان يرفض الجور ويرفض الانحراف ويرفض الحكومة اللا شرعية شو يسموه؟ يسموه رافضي. قالوا له هذا لرجل من الروافض. ودع علي، عرض عليه مبلغ مال راد يشري، المهم طرده، قال له عيالي أحوج. فرجع مرهق مثل اللي تعبان، ليش هذا عارضني ليش شيء. عند زوجته من الأزارقة. هسه أنا أقرأ ودايخ الأزارقة على الخوارج اللي قتلوا أمير المؤمنين سلام الله عليه. زوجته من الأزارقة وقالت له خلاص أنا أعمامي يطلعون ويرتبون علي فد وضع وقتله وصادر أمواله، وفعلا رتبوا عليه شهادة بأنه خرج عن دين الملك فأصدر أوامر بقتله، وصودرت الضيعة وصارت مشادة بينه وبين إدريس صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي إدريس هدد بالقتل. ايش قد عنده؟ احنا متعجبين يعني. انت من تقرأ تاريخ الأنبياء الإمام الحسين سلام الله عليه يعني ما شاء الله، مو تدري كثر جماعة عيسى بن مريم 12 رحم الله والديك الحواريين 12. موسى ابن عمران 70 اللي طلعوا وياه. صالح جماعة اللي طلعوا وياه 70.
وال70 شافوا الناقة وشلون طلعت وشافوا فصيلها وشافوا الإعجاز، ومن رجعوا 64 ارتدوا منهم وبقوا بس 6، وال6 هم واحد منهم ارتد وهو اللي عقر الناقة بعد ما شاف المعجزة بعينه. يعني انت من تباوع وتشوف ان الامام الحسين ويا 70 غير اهل بيته، يعني الامام الحسين كان ينافس الانبياء في ما تقول لك العالم ان هاي الملايين والبشر وكلها ويا الامام، وحقك الان الامام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف لو يخرج قد يقتل ويهدى رأسه الى السلاطين، والا لو اكو قواعد لكان ما يتاخر يمكن. فالشاهد الحديث أن إدريس قرر أن يطلع، سأل الله تبارك وتعالى قال له إلهي أنا راح أطلع، قوم كفر بس أنا عندي طلب، أرجو ألا تمطر عليهم السماء حتى أسألك. قال له يموتون هسه وليكن هم كفرة بس خلقي أنا خالقهم، يعني شوف رحمة رب العالمين، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. وإلا تتوقع هذه النعم اللي نعيشها الآن لو تتصورها كلها على مقدار طاعتنا، أكو بعضنا واحد منهم أنا يجوز ما استحق لشربة ماء أشرب، لكن ربك سبحانه وتعالى يعطي البر ويعطي الفاجر، ما اعتبر الدنيا جزاء للأبرار ولا عقاب للفجار. ممكن أن يعطي الفجار أكثر من الأخيار، ممكن أن يكونوا الأبرار المتقين في ضائقة مادية ووضع اجتماعي متعب، حياة ضنكة، وتلقي لك واحد مخه شاد مما يندل القبلة وين، ممكن أن يكون يبدخ بالترف، مو قياس أبدا للدنيا. فالمهم قال يموتون، قال وليكن طلب من الله، أعطاه الله هذا الطلب. تتصور لما مرت أيام ومرت سنين وشيء واشتدت بهم الفاقة واشتد بهم الفقر، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى. دعوة إدريس بلغتهم، وهذا الجفاف اللي صار بسبب دعوة إدريس. طيب خلينا نطلع إلى الله سبحانه وتعالى ندعوه. خرجوا طلبوا من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أوحى لإدريس أن بيني وبينك عهد أني ما أمطر السماء عليهم حتى تسألني، وذولا عبادي، ذولا خلقي، أنا ما أقدر أشوفهم يعذبون المواشي وما ظل شيء، جف الضرع ومات الزرع. قال له إلهي أنا لا أسألك، لأنه يظهر مو ضيق أفق عند الأنبياء، لكن يظهر متألم من كثر ما مجروح منهم. أوحى الله تبارك وتعالى للملك الموكل بطعام إدريس أن يحجب عنه طعامه، خلي يشوف الجوع، خلي يشوف ألم الجوع ومرارة الجوع حتى يرجع يدعوني. وبالتالي انتهت القصة طويلة جدا. إذن الأنبياء وصل بهم حال في يوم من الأيام دعاء استئصال، لا تذار على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا. دعاء نوح دعاء استئصال. موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هو بأول الرسالة قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو الله استجاب له، أوتيت سؤلك يا موسى. بالتالي ما استطاع أن يعني سجد. أمرنا الأرض بأمرك، قال يا أرض ابلعي قارون. لكن تدري لما تجي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يضربوه بالحجارة، رجليه تجري دم، يقول ما أوذي نبي كما أوذيت أبدا، ما مر على نبي أذى بقدر ما مر علي، ما أوذي نبي كما أوذيت. يوصل يبحث عن مأوى من جهلة قريش، يوصل للمأوى، يلقي نفسه بهذا المأوى، أول عمل يبادر به يرفع يديه اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. شنو النبل، شنو الرحمة الكبيرة، شنو العبودية والتذلل والارتباط بالله تبارك وتعالى، بحيث شخصيته كلها ما لها مقياس عنده. وإلا لو عنده مقياس لنفسه لكان ثأر لنفسه من هذه الدماء التي تسيل. اللهم انتقم. وأنا أكد لك هالشفاه الغر لو نبذت بدعوة لا يمكن أن ترد. أو حتى بمعركة أحد ينقتل حمزة وأصحابه 70 شهيد من جماعته، ويقول له واحد ادعو على قريش يستأصل شأفتهم، يقول له اسكت إنما خشيت أن أكون لعانا.
لكل نبي دعوة مستجابة، وادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة.